السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين، تحياتي لكم جميعا أينما كنتم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. تحياتي لكم الإخوان جميعا. الإخوان عطوا بارطاج في هذا الفيديو، غنوضحوا على ندى حسي وريدة ود الشناوية وهاد الكواليس اللي كنشوفوا فيها دابا حاليا نايضة. الاخوان دابا ريدة ود الشناوية كاين في ابواب السجون، ولكن شكون اللي قلب عليه؟ شكون اللي قلب؟ يعني هو اللي دار المشكل راسو باش طاح في هذا المشكل هذا. وندى حسي خرجت كتهضر، ندى حسي خرجت كتكلم حتى هي على ريدة ود الشناوية، ولكن حنا ملي كنشوفوا واحد الواحد طيح في مشكل ولا غارق في شي حاجه كنرجعوا للور، ما كنمشوش حتى حنا نطيحوا في داك المشكل. حيت بينا ان فوا انا ندخل معاهم في داكشي حتى انا غادي نولي معاهم، واش دابا فهمتوا؟ ولكن الخوت دابا ندى حسي الترونات عندها القضيه في هذا الشيء اللي هي دابا بدات فيه، اللي بدات كدير فيه. المهم يعني بصفه عامه ولبعض الاخوه اللي باغيين يعرفوا يعني التفاصيل، ندى حسي صبحت مخلوعه مهدده. دابا كلشي كيتكلم عليها، كلشي تيقول لك راه داخله في المشكل. هادو واش كيديروا؟ كيزيدوا كيشهروا بنادم باش يطيح في المشكل. انا ما غاديش يقدروا يهضروا عليا، حيت بانه حيت بانه واخا يهضروا عليا انا ما غادي يصوروا والو، فهمتي؟ معروفش انا شكون، واخا مثلا يجوا يهضروا ما غادي يصوروا حتى حاجه. المهم الاخوان التفاصيل يعني بصفه عامه، ولد الشنويه هو طيح راسو في المشاكل، فهمتي؟ هو طيح راسو في المشاكل باش وقع هذا المشكل يعني بصفه عامه. المهم ندى حسي طاحت كتهضر حتى هي من شافت هذا الشيء واقع، قالت انا دخلت انا راسي معاهم. مني دخلت راسها معاهم ولات واحله، ولا كلشي كيتكلم عليها. المهم الاخوان التفاصيل يعني اللي شاركت معكم راه هي هذه. انا ما غاديش نطول بزاف في هذا الفيديو، كتشوفوني كنغبر شويه، راه غير مع الوقت، راه ما كتشدش الوقت باش غتجي تبقى تصور ولا تبقى دير. المهم هادشي اللي باغيين نوضحوا البيبليك. دابا علاش هما كيحاولوا يديروا التشهير باش يصيفطوا بنادم للهرواس؟ هذا هو الدوسي اللي الميساج اللي باغي يوصل. ولكن ندى حسي طيحت راسها في هاد المشاكل تاعي مع ولد الشنويه. انت اصلا طيحتي راسك مع الزاكي ديك النهار في المشاكل، ودابا ترونيها ثاني انت تصدقتي مع ولد الشنويه. هاد الشيء الاخوان بقى ما يتقال في هاد الشيء. تحياتي.